السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا هذا النيو لوك حقي بعد العمرة مدري مصنف لي، قلت أحدد الشنب وقرح جو ورجعنا خلصنا. على كل الحملة الذي حصلت اليومتين هذه، أنا طبعا حذفت حساباتي كلها قبل شهرين أو أكثر قبل أن أتي إلى المملكة العربية السعودية، ووصلت إلى قناعة مطلقة أنه العمل في السياسة أو الشأن السياسي أو الشأن العام اليمني هو العمل في حقل ألغام. التجاذبات والحزبية والانتماءات والولاءات بيئة غير صالحة لأي عمل سياسي أو حتى اجتماعي. فقررت أن أنا لا حد ما هنا وكفى وتفرغ لأعمالي. أنا أتيت إلى السعودية هنا ضيف عزيز مكرم مدعو من المملكة العربية السعودية، أنزلونا منازل الملوك منذ 2019 حين قدمت إلى هذا البلد بكل ما كنت أضمره عليهم من أخطاء، وفتحنا صفحة جديدة ولن تكون إلا جديدة حتى قيام الساعة. للمملكة بيعها في عنقي حتى قيام الساعة. بخصوص أن أنا سجنت، أنا لم أسجن في قضية مرفوعة ضدي. نعم هنالك قضية كسائر القضايا، ما قتلت أحد ولا أكلت حق أحد ولا سرقت أحد ولا يعني في فهم مغلوط لبعض في استناد إلى صفحات مش صفحاتي، زي هذا الذي قال بعدن الحسني إن أنا نشرت وأنا تسببت. لا نشرت ولا تسببت ولا بيني أي ولا يتابع له يعني في أكثر من 80 حساب مزور رجال الصلاحي. مثل ما قلت لكم إنه أنا اشتغلت بالشأن هذا أكثر من 15 سنة، وأعطيت ما عندي، أصبت وأخطأت. غلطاتي كثيرة وأيضا حسناتي كثيرة. أنا ساهمت في حل قضايا كثيرة وفي توعية الناس وفي لملمة الصاف. قد أكون أحيانا صلف في تبني بعض القضايا، وهو من قهر ومن غلب الشعب. يعني أنا أتحدث بلسان الناس، لكن الأمانة أمس سأني كثير من المتشفين، وأقول لكم الله يسامحكم بالأخير. أنتم حصاد الذي يقولوا كان جلال أبا تحصدوا بالمستقبل، لا تستعجلوش على رزقكم. احنا ما جبناش حاجة من عندكم، احنا كنا ننقل ما يدور في الشارع لعل المسؤول يستمع إليه. قد تكون طريقة النقل خاطئة، قد تكون طريقة النقل جلفة، قد تكون طريقة التوصيل مش صحيحة، لكن لا تنسوش انه احنا نتلقى كثير من الشتائم والسب والقذف. يعني تخيل يمن شباب فعلت علي 3 برامج، البرنامج الواحد يكلف $11,000 على جنرال الصلاحي. تخيل محمد الربع عمل حلقة تكلف $15,000 على قولتهم، وما رفعناش قضايا على حد. آلاف الإصلاحيين ينعتون ليل مع نهار وما رفعناش دعاوي على أحد. خالد الأنسي من 15 سنة وهو يلعنا ويأخذ في أعراضنا وما رفعناش دعوة على أحد. وأنا أقول إحنا ضيوف في هذا البلد ويجب أن نصفي خلافتنا خارج البلد. أنا مواطن أمريكي في نهاية المطاف، أو أمريكي يمني يعني في أحسن حال. في معنا محاكم باليمن وفي معنا محاكم في أمريكا. اختصاص المكاني واختصاص الزماني مهم، ولا يجب أن يعني ننشر غسيلنا داخل المملكة وإحنا نازحين ولاجئين. بلادنا يعتاش على هذا البلد، معنا 4 مليون مغترب. لو أنا بس غدوة وكيل محامي يرفع يمكن في 500 ألف يمني داخل المملكة العربية السعودية، ومعلقين يكتب جل الصلاة يشوف حجم الإساءات. إذا أردت أن أنا أقاضي هذا نفعل لنا مشكلة ونصبح ضيوف ثقال على هذا البلد. هذا ما حبيت أقوله. الأمور بالنور إن شاء الله. والأخت ألفة الدبعي إذا لها حق منيني عيني. يعني قد أكون أنا مثلا يعني ضميتها إلى مشكلة ابنها حسام لأنه هي قامت تدافع عنه. قد ربما أكون أخطأت أو أخطأت، وقد ربما أكون أصبت، وقد ربما أكون جانبت الصواب وجانبت الحقيقة. يعني تحدث هذه الأخطاء. من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ. أشكر كل من تضامن معي، وأسامح الله كل الذي الحاقدين والكذا. بالأخير في نهاية المطاف يجب أن تركزوا. أو هذا كان آخر فيديو لي قبل تقريبا، عملته بدون صفحة ورسلته لبعض الزملاء بالواتساب، إنه جربنا كل شيء إلا حاجة واحدة، إن إحنا نكون لحمة واحدة، مؤتمري وإصلاحي وجنوبي وانتقالي وشافعي وزيدي وشمالي من أجل الانتصار على الحوثي. بغير هذا إحنا ذاهبين
إلى مصير مجهول. أكرر، أنا بخير، فقط أنه ما عاد عندي صفحات ولا حسابات ومنشغل بنفسي، وسأضع هذا على حالتي حق الواتساب، وسيتناقله بعض الزملاء، بس من باب أنه نخفف الوتيرة. الدنيا بخير، ومن دخل دار ابن سلمان فهو آمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.